اكيد طبعا كلنا عارفين اصحاب الاخدود، لكن في طبعا ناس كتير جدا ما تعرفش ايه قصتهم بالظبط. اصحاب الاخدود لهم تاريخ وقصة طويلة ومهمة جدا اتذكرت في القرآن الكريم والحديث. طب ايه قصتهم بالظبط وايه اللي خلاهم يستحملوا العذاب والتعذيب اللي حصل من الملك الظالم اللي كان على ايامه؟ اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. اكيد طبعا كلنا عارفين اصحاب الاخدود من خلال القران الكريم، واكيد طبعا عارفين ان هم تعرضوا للتعذيب، لكن طبعا تفاصيل القصه في ناس كتير مننا ما يعرفهاش. عايزين نعرف مع بعض مين هم اصحاب الاخدود، ايه بالظبط قصتهم وليه هم اتعذبوا، ومين الملك الطاغيه الظالم اللي عذبهم، وايه كانت نهايه القصه. نظبط اتجاهنا مع بعض وتعالوا نشوف. اول حاجه، اصحاب الاخدود قوم ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القران الكريم في سوره البروج. اصحاب الاخدود اعتنقوا النصرانيه، وبالتالي طبعا جم بعد سيدنا عيسى. حاكمهم كان اسمه بزين نواس، والحاكم ده كان حاكم يهودي. كان معروف عن الحاكم ده انه هو ظالم وبيحرق المدن اللي بيزورها، ومش كده وبس، ده بيقتل كل اللي في المدينه. الحاكم عرف ان في بعض من الرعايا عنده اعتنقوا الدين النصراني، وزي ما احنا قلنا كان حاكم ظالم، والى جانب ذلك كان متشدد لليهوديه، وغير كده والعياذ بالله كان يعني مدعي الالوهيه. لما عرف ان في بعض من الاقوام بتاعته اعتنقوا النصرانيه، خيرهم يا يموتوا يا يرجعوا لدينهم. رفض اصحاب الاخدود ان هم يرجعوا دين الملك. بدأ الملك يحفر الاخاديد ورمى الناس دي فيها لمجرد ان هم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لا شريك له، وكانت نهايتهم الحرق. واكيد طبعا كلنا سمعنا القصه دي والكلام ده، لكن في قصه محدش يعرفها عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهو كان بيحكي لاصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام حكى لاصحابه ان كان في ملك وعنده ساحر. الملك كان بيعتمد على الساحر ده في كل شؤون المملكه، ولما الساحر بدأ يكبر في السن طلب منه الملك ان هو يجيب غلام ويعلمه السحر. اكيد طبعا عشان الغلام يمسك بعد الساحر. الملك جاب غلام، وكان الغلام ده من بيت صالح، يعني الغلام ده نشأة صالح. بدأ الغلام يروح للساحر عشان يتعلم منه امور السحر ويمسك من بعده. الغلام وهو في طريقه رايح للساحر بيتعلم امور السحر، كان بيعدي في طريقه على راهب نصراني. بدأ الغلام يتكلم مع الراهب لدرجة ان الغلام اعجب جدا بكلام الراهب، وكمان الغلام ما كانش بيحب الساحر ولا يحب يتعلم امور السحر. بدأت تحصل عنده الغلام لخبطة، طب السحر ولا كلام الراهب؟ وبدأ يسأل نفسه سؤال، ايهما احب الى الله، الراهب ام الساحر؟ صمم الغلام ان هو يقطع الشك باليقين ويعرف بالظبط ايه الفرق. في يوم الغلام وهو رايح في طريقه للساحر لقى دبه كبيره جدا وضخمه بتقطع الطريق عن الناس وبتمنع الناس ان هم يمشوا في طريقهم. قال في نفسه النهارده انا هعرف مين افضل عند الله، الراهب ولا الساحر. الفتى قرر ان هو يضرب الدبه دي بحجر كبير، ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان هو يلهمه الحقيقه ويعرفه الصح فين، مين الاحق، الراهب ولا الساحر. فاذا رمى الدبه بالحجر وماتت الدبه فالراهب على حق، واكيد طبعا الساحر على باطل. رمى الغلام الدبه بالحجاره ووقعت ميته على طول. كده يبقى اتاكد في قرارة نفسه ان الراهب هو اللي على حق، وامور السحر والشعوذه على باطل. انطلق الغلام للراهب وحكى له اللي حصل. الراهب تنبأ له ان هو هيكون له امر عظيم. فعلا بتعدي الايام وبتمر، والغلام يبقى له شأن كبير جدا، لدرجه ان هو كان بيشفي المريض وبيبرئ الاكمه والابرص باذن الله سبحانه وتعالى. ومرض البرص ده مرض جلدي، فربنا سبحانه وتعالى ادى الغلام كل الكرامات دي عشان طبعا اكيد يدعو لربنا سبحانه وتعالى ويوجه الناس للحق، ويوجه الناس ان في ربنا سبحانه وتعالى موجود والناس تعبد ربنا. بدأ الغلام في نشر دين ربنا سبحانه وتعالى اللي هو طبعا التوحيد. وكان الغلام لما يشفي مريض باذن ربنا سبحانه وتعالى يدعوه للاسلام اللي هو طبعا يسلم لربنا سبحانه وتعالى. واكيد طبعا احنا كلنا عارفين مفيش حاجه اسمها الدين المسيحي ولا الدين اليهودي، ان الدين عند الله الاسلام. كافه الانبياء ربنا سبحانه وتعالى بعتهم بالدين الاسلامي. اي حاجه بعد كده بقى دي مسميات الانسان هو اللي عملها، لكن في النهايه الدين عند ربنا سبحانه وتعالى الاسلام. نرجع للغلام لان خبره وصل للملك الظالم. جليس الملك اللي هو يعني زي ما بنقول دراعه اليمين كان بيعاني من مرض خطير جدا. الملك استدعى الغلام، وفعلا الغلام قعد مع جليس الملك وشفاه باذن الله. طبعا بعد اللي حصل فعلا وجليس الملك اتشفى فعلا، والغلام طلب منه ان هو يدخل في دين الله ويامن برب العالمين. دخل جليس الملك في دين الله سبحانه وتعالى وبقى مؤمن، والكلام ده طبعا ازعج الملك. الملك دخل على جليسه وقال له انت ايه اللي حصل لك بالظبط، مين اللي شفاك؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي شفاني. الملك غضب جدا من الكلام ده، لان الملك ده والعياذ بالله كان فاكر نفسه اله وكان بيدعي الربوبيه. غضب الملك وامر بتعذيب جليسه. يعني شفت الجبروت راح لحد فين؟ الجنود بتوع الملك عذبوا جليسه لحد ما مات. لو مش كده وبس، ده امر كمان الملك ان هم يعذبوا الغلام، وكمان قال له فين مكان الراهب اللي كان بيعلمك. جابوا الراهب وعذبوه لحد ما مات.
واستخدموا مع الراهب التعذيب والشق راسه. الكلام ده كله قدام الغلام عشان الغلام يرجع لدين الملك. الراهب مات والغلام فضل زي ما هو على دينه اللي هو التوحيد. الملك امر الجنود ان هم ياخدوا الغلام ويرموه من فوق جبل عالي. وصل الغلام للجبل مع الجنود ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينصره على الجنود. ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة الغلام وهنا تتحقق المعجزة. ربنا سبحانه وتعالى امر الجبل ان هو يتهز هزات عنيفة جدا ووقع الجنود من فوق الجبل. ربنا سبحانه وتعالى نجى الغلام. رجع الغلام للملك تاني والملك طبعا ما صدقش اللي بيحصل. قال له انت ازاي بتعمل كده؟ الغلام قال له مش انا، ده ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الغلام قال للملك مهما تعمل مش هتعرف تقتلني. الملك امر الجنود ان هم ياخدوا الغلام في مركب كبير ويرموه في عرض البحر. نفس الحكايه تحصل المعجزه ان الغلام يدعي ربنا سبحانه وتعالى فربنا ينصره ويغرقوا الجنود كلهم في البحر وربنا سبحانه وتعالى بينجي الغلام. رجع تاني الغلام للملك وقال له انت مش هتعرف تقتلني الا بطريقه واحده بس. الملك استغرب وقال له ايه هي الطريقه؟ قال له هتجمع الناس كلها وتصلبني قدام الناس وهتجيب سهم من بتوعي وتموتني بيه، بس على شرط تقول بسم الله رب الغلام. فعلا الملك عمل كده وسمى الله وضرب الغلام ومات الغلام، عشان بعد ما يموت الغلام الناس كلها تقول في نفس واحد امنا برب العالمين. الملك اندهش من المنظر والناس كلها امنت بربنا سبحانه وتعالى. عرف ان هو وقع في فخ وان الناس تركت الهلوسه اللي بيقولها وان هو رب العالمين وامنت بربنا سبحانه وتعالى. تيجي هنا بقى قصه اصحاب الاخدود. الناس اللي امنت بربنا وقت الحادثه دي هم بقى اصحاب الاخدود. الملك امر بحفر اخاديد عشان يرمي فيها الناس دي ويحرقهم لانهم تركوا دين الملك وامنوا بربنا سبحانه وتعالى. فضل الملك يعذبهم لحد ما ماتوا بالحرق. هنا بقى كانت قصه اصحاب الاخدود. عرفنا مين هم اصحاب الاخدود وعرفنا ان هم امنوا بربنا سبحانه وتعالى عشان كده الملك عذبهم، وكانت نهايتهم في الدنيا الموت بالحرق، لكن نهايتهم في الآخرة الجنة. عشان كده الجنة عند ربنا لها ثمن كبير جدا، فلازم نصبر ونحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى ونعرف كويس جدا ان الدنيا دي زائلة ونعمل لآخرتنا. أصدقائي الأعزاء شكرا لكم ولمتابعتكم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام ختام.